نورة الطرابلسي، وهي على فكرة أيضا من محبي برنامج كرة أونلاين. نورة الطرابلسي، مساء الخير وأهلا بيكي. اهلا بيكم استاذ شبان. قولي لي، انتوا فعلا انتوا عضو رابطة التراس الافريقي التونسي، تمام كده؟ في هيئه احباء فتيات النادي الافريقي. تمام. انتوا كنتوا امبارح بالفعل بتشجعوا النادي الاهلي ضد الترجي؟ هو في البدايه نحن مش نحب الاهلي في تونس. نعم. كل جماهير النادي الافريقي عندها ميل خاص للزمالك المصري. نعم. لكن بما انه الترجي هو العدو اللدود في تونس للنادي الافريقي. نعم. كل جماهير الافريقي ستشجع النادي الاهلي. نعم. والمثال يقول لماذا نحن نشجع النادي الاهلي؟ نعم. لان في تونس احنا عندنا كما نقول في تونس الكيل بمكيالين في الجامعه، زي ما انتم عندكم الاتحاد التونسي الاتحاد المصري. نعم. يعني في تونس احنا الترجي المبجل المفضل، فريق الحكام، انتصارات. لا نشك انه في الترجي عنده فريق قوي، فريق كبير. لكن ديما نحسوا في الجامعه التونسيه لكرة القدم والحكام عندهم ميل خاص للترجي. نعم. هذه بدايه. وثاني حاجه السنه الفارطه لما النادي الافريقي فاز انهزم في الدور النهائي في كاس الكاف ضد المغرب الفاسي، جماهير الترجي لما انهزم النادي الافريقي بضربات الجزاء، جماهير الترجي خرجت للشوارع تعبير عن فرحه، احتفلت بخساره الافريقي. احتفل. يعني طب نورة، قولي لي، نورة انت امبارح اتفرجتي على المباراه فين؟ في البيت ولا مع زمايل ليكي ولا على احد الكافيهات ولا ايه؟ هو بصراحه انا اتفرجت عليه في البيت، لكن البيت كان زي الاستاد، لانه احنا في البيت انا نحب النادي الافريقي واصدقائي كانوا معايا حابين النادي الافريقي، والبيت الاخرى اختي محبه للترجي وكان اصدقائها من احباء الترجي. يعني بعد احراز الاهلي هدف التعادل قمتوا هيصتوا وفرحتوا وزغرطوا؟ هيصنا وجبنا الحلويات كمان. جبنا الحلويات كجمهور النادي الافريقي، وفي صفحات يعني الفيسبوك اشتغل وكنا فرحانين برشا. طب نورة، قولي لي، في مباراة العودة في تونس في رادس، هل هيبقى في جمهور للافريقي في المدرجات مثلا يشجع النادي الاهلي ولا هتكتفوا بتشجيعكم للاهلي خارج الاستاد؟ هي جماهيرنا بصراحة وسر سأذيعه على البرنامج في كرة أونلاين. هو نعم. لم يعد سر مادام أنا قلته تو في البرنامج. نعم. أنه جماهير النادي الأفريقي ستدخل بقمصان النادي الأهلي. لأنه الأمن مش سيسمح أنه جماهير النادي الأفريقي باش تكون لابسين قمصان النادي الأفريقي. يعني أنت هتشتروا التذاكر وهتخشوا المدرج، تدخلوا المدرج المخصص للنادي الأهلي. سندخل المدرج المخصص للنادي الاهلي لانه الامن سيمنعنا، بما ان لابسين قمصان النادي الافريقي خوفا من مشاكل، وانت تعرف يعني شنو اللي صاير في الاحداث. طب هل انتم عدد كبير يعني، ولا انتم رابطه مثلا 200 واحد وخلاص او 300 واحد؟ يعني انتم عددكم كبير اللي بتفكروا في كده يعني وناويين تعملوا الموضوع ده، عدد كبير يعني؟ هو احنا في رابطه احباء النادي الافريقي اللي انا موجود فيها 2700 عضو. نعم. حوالي 2700 عضو. نعم. واكيد هي مش الرابطه، لكن في جماهير اللي هي خارج الرابطه، وكل جماهير استاذ شبان ناكد لك اللي يحبوا النادي الاهلي يفوز بالكاس. نعم. وبين قوسين نحب نقولها هذه للتاريخ انه الترجي الرياضي التونسي فاز السنه اللي فاتت بالكاس. نعم. الافريقي، كاس رابطه الابطال. نعم. لما طارق بوشماوي ولا رئيس لجنه التحكيم في الكاف. نعم. يعني في السنوات الفارطه الترجي الرياضي كان ما يفوزش برابطه الابطال، وكان عنده مشاكل مع التحكيم. نعم. ولما طارق بوشماوي للتاريخ، طارق بوشماوي كان عضو الهيئه المديره للترجي الرياضي، وعنده تصاريح سابقا انه الترجي يفوز بالالقاب ما دام هو في الكاف. طب يا نورة، لكن انتوا رايحين تشجعوا الاهلي لكن من دون انه يحصل مشاكل او مشاحنات او تخشوا في خلافات مع جمهور الترجي؟ يعني هو في النهايه في اطار التشجيع المقبول جماهيريا جوه استاد هذه المباراه. اكيد هو ذهابنا للملعب فقط للتشجيع والاحتفال لو الاهلي يفوز طب انت حاسه ان الاهلي ممكن يعملها في استاد رادس؟ انا عندي امل كبير انه النادي الاهلي ممكن يعملها، لانه الترجي بدون افول بدون المساكني عنده نقطه ضعف كبيره برشا. نعم، رغم ان انت زملكاويه لكن انت امنيتك ان الاهلي، انا بحب الزمالك جدا، لكن امنيتك ان الاهلي يكسب نكايه في الترجي.
وصارت لي مشاكل حتى على اصدقائي الزملكاويه فاهميني، يعني اني انا نشجع الاهلي مش حبا في الاهلي، وفهموا تفهموا الشيء زي، لانهم هما زاد مثلي قاعدين يشجعوا في الترجي ويطلبوا في المعذره ويقولوا لي يا نوره نأسف معناها اللي احنا نشجعوا في الترجي، ونحن راه باش نروحوا للملعب لا مشاكل ولا حتى شيء. احنا غايتنا انه امنيتنا انه الاهلي يفوز، ويومها سيكون احتفال في الملعب، وسترى الشوارع اللي هي محسوبه على النادي الافريقي، يعني المقر الرئيسي تمام. هو الحي الشعبي اللي فيه طالما الاحتفال الافريقي سيكون احتفال، طالما يا نورة الاحتفال في حدود المقبول أكيد. فاكيد مؤكد هيبقى مطلوب. بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك دي معانا. نورة الطرابلسي عضو رابطه التراس الافريقي. صفق صفق هز طحين مالا صفق 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 هز طحين صفق 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 هز طحين مالا صفق 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 هز طحين صفق 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 هز طحين مالا صفق 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 هز طحين. ناس معناها هذا قريبش يقول شعر يعني صلاح. والله تشوف العباد قريب تخدم عبد السلام ساسا يعرضوني عباد يبكي، والله يعرضوك العباد والله صافي مالو كور بالله العظيم. اللي توصل للجمعيه لليتاب هذيا وزيد جيراننا يبداو هما الاولانيين يولي المالور فوا دو، فهمت كيفاش؟ وقت اللي ترجي خير منا انا واحد من الناس نولي نزيد نمرض اكثر.